بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، المنظر يتكلم، ثقل العسل يتكلم، ولون العسل وخامته ما شاء الله تبارك الله، شيء خرافي. طبعا هذا عسل السمرة البري اخوان الكرام، انتاج نجد، اللي اشرفت على انتاجه وفرزه مع النحال بنفسي شخصيا مباشرة مع النحال. نحال ثقة جدا، نحال خبير، نحال متمرس، نحال يعتني بنحله البلدي الأصيل مثل ما يعتني بأولاده. عسل ناضج ثقيل منتج من نحل بلدي أصيل، سلالة النحل بلدية. دائما العسل إخواني الكرام المنتج من سلالة النحل البلدية أفضل وأجود من العسل المنتج من السلالات الأخرى بفارق بسيط، ولكن يعتبر أفضل، هناك أفضلية، لأن سلالة النحل البلدية دائما تقوم بتنضيج العسل وتحويل المواد الصلبة فيه والثنائية والمعقدة إلى مواد بسيطة سهلة الهضم للجسم، فيكون العسل ناضج ما يتعب الجسم أبدا. سكرياته أحادية بسيطة، والنشأ والمواد المعقدة فيه بسيطة جدا ما تتعب الجسم أبدا. عسل من البراري، من براري نجد، من أشجار السمرة البرية المنتشرة في الجزيرة العربية. هذا هو العسل المتوفر حاليا بأعلى جودة لدى عسل الدياني، ونحرص على توفيره لكم على مدار السنة إخواني الكرام، لأن من أكثر الأعسال طلبا ومن أفضل الأعسال العلاجية الدوائية لمشاكل المعدة والقولون وفقر الدم، ومناسب لمرضى السكري وأمراض الكبد وجرثومة المعدة، وفوائد لا تعد ولا تحصى. طبعا بعد ما فرزت العسل تركته عند النحال أسبوعين إلين ينضج ويركد، ورجعت في رحلة أخرى إلى النحال واستخرجت من العسل عينة للفحص المخبري، ووديته مختبر جودة العسل بالرياض، مختبر عريق. وهذه نتيجة الفحص أمامكم إخواني الكرام، نقرأها على السريع. شوفوا نسبة الرطوبة 13.8، ثقيل جدا ما شاء الله تبارك الله. والفركتوز فيه 35، يعتبر جدا ممتاز ومناسب لمرضى السكري. والسكروز فيه 3، يعتبر جدا ممتاز كون العسل توه إنتاج جديد. وإنزيم 23، هذا دليل على أن إنزيم الدياستيز أدى دوره وشغله الكامل في العسل، وقام بتفكيك المواد الصلبة الثنائية إلى مواد أحادية بسيطة، فيتلاشى الإنزيم وينخفض في الفحص. نسبة الحموضة فيه 70، وهذا يعطيه مذاق ألذ ومذاق مميز. كلما ارتفعت الحموضة جدا عالية كلما أصبح العسل مزعج في المذاق، وكلما تقدم في العمر يعني يمر عليه فترة طويلة يصبح مذاقه مزعج ويميل إلى المرورة نوعا ما، لكن كلما تنخفض الحموضة نوعا ما يصبح العسل لذيذ مستصاغ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اخواني الكرام مثل ما انتم شايفين في جسر الملك فهد، وهذا ريوقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عسل السدر ضروري جدا. تخيل اخواني الكرام الطريق هذا تقريبا اللي بمشي فيه 40 كيلو الى موقع النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اخواني الكرام من قلب الجزيرة العربية، طبعا مثل ما انتم شايفين اخواني الكرام يتم استخراج البراويز من الخلية. شوف التختيم ما شاء الله تبارك الله، هذه طبقة التختيم يتم ازالتها. طبعا بهذه الطريقة اخواني الكرام يتم فرز البراويز. وهذا هو عسل السمرة البري إنتاج نجد، ما شاء الله تبارك الله. عسل سمرة بري إنتاج نجد، تركيز عالي ما شاء الله تبارك الله، من هذه الطبيعة البكر اللي شايفينها أمامكم، من أشجار السمرة الصافي. طبيعة بكر بعيد عن التجمع السكاني، بعيد عن أي مبيدات حشرية، بعيد عن أي تغذية سكرية، وعسلها
من أفضل الأعسال العلاجية الدوائية للباطنية لمشاكل المعدة والقولون والأمعاء والجهاز التنفسي وأمراض الكبد، وكذلك مناسبة جدا لمرضى السكري لأن سكرياتها منخفضة جدا إخوان الكرام، وغنية بمضادات الأكسدة العالية جدا، وممتازة كذلك لفقر الدم. عسل سمرة تبرأ به الذمة بإذن الله تعالى. طبعا إخوان الكرام شوفت عينكم مشيت من موقع النحل على أشجار السمرة، فرزنا لكم العسل مع النحال مباشرة. ما شاء الله تبارك الله تذوقت عسل السمرة ما شاء الله تبارك الله، جدا جدا ممتاز، تركيز عالي، مذاق، رائحة، ثقل ما شاء الله تبارك الله، برغم انه تو مفروز. وهذه هي الطبيعة اللي تم فرز لكم منها عسل السمرة، طبيعة جبلية بكر كلها أشجار سمرة فقط.